احساس صعب قوي وتقيل على اي حد في الدنيا لما تلاقي شخص دايما بيدعمك وبيسندك وبيقف جنبك في كل التجارب اللي بتمر بيها، اذا كانت حلوة او اذا كانت صعبة. لما بتلاقي ان مشكلتك كبيرة في عينك فتجري على حد معين تلاقيه صغر لك المشكلة واداك حلول واداك حاجات كتير تساعدك على انك تطلع من التجربة الصعبة اللي انت فيها. وفي نفس الوقت هو نفس الشخص ده لما بيقع بتلاقيه من الصعب قوي ان هو يلاقي حد حواليه يسنده او يساعده. بتلاقي الشخص ده مشكلته في عينيه كبيرة قوي وكأنه متربط وعاجز قدام مشكلته رغم ان هو قادر يحل مشاكل ناس كتير. الشخص ده بتلاقيه فقد الثقة في الناس اللي حواليه لانه برضه وقع في تجارب كتير مر فيها بوجع وألم وأذية، فمش من السهل انه هتلاقيه قادر ان هو يتكلم مع اي حد ويطلع كل اللي جواه، لانه هو مش محتاج منك انك توعظه ولا محتاج منك انك تقوله معلش. هو بيقولها لنفسه كل يوم وبيلوم نفسه كل يوم على كل اختيار وعلى كل تجربة وعلى كل حاجة سمح لنفسه انها توجعه وانها توصله للمرحلة اللي وصل لها انه ما يقدرش يثق في اي حد. الشخص اللي زي ده جواه كمية ألم ووجع مفيش بني ادم في الدنيا يقدر يتخيلها، لانه قادر يحل مشاكل الناس بس مش قادر يحل مشكلته، قادر انه يقف ويسند كل اللي حواليه بس مش قادر يسند نفسه. دايما بتلاقيه عاجز عند نفسه، ودي اصعب حاجة ممكن اي بني ادم في الدنيا يوصل لها. الله يكون في عون الناس اللي بتلاقيها دايما موجوعة ومتألمة ومتجربة، ورغم الألم والتجارب بتلاقيهم واقفين مع غيرهم وسندنهم وكأنهم بيعوضوا كل اللي حواليهم عن الشيء اللي هم فاقدينه. ربنا يعينها ويعينهم. ولا انتوا رأيكم ايه؟